يوم عيد ميلادها رقم 25، وبنسال حضرتك اشمعنى احتفلتي بعيد ميلادك مع الاولاد دول؟ يعني ليه ده بالذات مثلا تحتفلي معاه يعني؟ انا بحتفل بعيد ميلادي المره دي ال60 مع رجاله مصر. ان شاء الله يكون السنه دي ال60 بتاعتي مش هتفوت غير لما نكون كلنا ايد واحده والكدابين يمشوا باذن الله. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيب يا حبيبي. واعتقد ان مصر كلها دلوقتي بتقول لك كل سنه وانت طيبه. طبعا. والسنه الجايه كده نحتفل ومصر حره مرفوعه الراس. انا عاوز اقول لك ان ده احسن عيد ميلاد في حياتي اتعمل، لان اتعمل مفاجاه. الحمد لله. جيت مع ميزان بيكلمني ولقيت كلكم حواليا، بجد ان الصادق في حاجه ربنا بينولها له، وانا صدق في حبكم واللي لقيته معاكم. ان شاء الله هنبقى زي الفل. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيب يا حبيبي. باي باي. يلا تقول ايه لماما خديجه؟ اقول لماما خديجه كل سنه وانت طيبه، احسن ام في الدنيا، ام الصغار طبعا. بس كفايه كده، انت هترغي ليه؟ سلام. تقول ايه لماما خديجه يوم عيد ميلادها؟ انا اقول لها كل بس سنه كفايه كده، كفايه كده، كفايه كده. تقولي ايه لماما خديجه يوم عيد ميلادها؟ اقول لها ان شاء الله 1000 مليون سنه، وان شاء الله السنه الجايه نحتفل هنا تاني بعد ما يغور مرسي. فلنكتفي بهذا القدر. تقول ايه لماما خديجه؟ ماما ايه؟ اختك بقى تقول لها ايه؟ اولا هي بنتي انت عارف. صح. كويس. لا بس لكن هي ماما. ايوه تقول لها ايه؟ سيبك من الحاجات دي. يعني احنا بقينا عيله مختلفه خالص. تمام، الف شكر لحضرتك. تقولي ايه لماما خديجه يوم عيد ميلادها؟ ماما خديجه من حبيبه قلبي اساسا. حلو قوي، حلو الكلام ده. تقولي ايه لماما خديجه يوم عيد ميلادها؟ كل سنه وهي طيبه، وان شاء الله يا رب يوفي لها امنيتها. انت اكلتي قبل ما تيجي؟ يا ميس تقولي ايه لماما خديجه يوم عيد ميلادها؟ كل سنه وانت طيبه يا امي يا حبيبتي يا ام الثوار كلهم. تقولي ايه لماما خديجه؟ ربنا يخليكي لينا ويا رب عقبال 1000 سنه يا رب. يلا يا ميرا بسرعه. ماما حبيبتي كل سنه وانت طيبه. ماي قولي حاجه لماما خديجه. تعالى بنت. تقولي ايه لماما خديجه؟ بس كده، فلنكتفي بهذا القدر.